وحشتوني. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. خلاص بقى، داخلين على اسبوع كله تحضيرات للمدارس. وانا بداتها بحبيبه قلبي، النوتيلا. عملت بقى ايه البرطمان ده، مش هقول لكم ده بكام. انتوا عارفين طبعا في السوبر ماركت ده عامل كام. عملناه بايدينا، حاجه من البيت. بصوا السندوتشات، بصوا غرقانه. بصي يا روضه، روضه بصي، مش هديكي يا روضه. تحفه 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 تحفه. خلاص، انا متشكره لمعاذ، ومتشكره لمازن، ومتشكره لعفاف، ومتشكره لكريمه، ودول كلهم حبايبي اللي ما تحرمش منهم ابدا 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 يا رب. كل اللي بيبعت لي كومنت حلو وبيدعمني وبيقف جنبي وبيقول لي خطوه للامام ان شاء الله باذن الله، بيكم وليكم. والحمد لله على اللي احنا وصلنا له، ومستنيه منكم الدعم الاكتر بقى. خلاص، يلا اشوفكم على خير، واشوفكم في الفيديو الجاي وحاجات للمدارس تانية وهنشوف احنا هنعمل ايه عشان اللانش بوكس بتاع المدارس. ونبدأ بقى في ترويق البيت وتنظيمه، عشان ايه؟ ايام الدراسة بتبقى زحمة زحمة زحمة، اليوم زحمة، دروس لمدارس لمذاكرة. فايه، هنقوم بترويقة جامدة جدا والروتين جامد جدا. استنوا مني الروتين اللي هعمله. روتين بقى فحت وردم، يعني كل حاجة كل حاجة كل حتة، تلاجة، بوتاجاز، غسالة، كل حاجة بنضفها وبظبطها عشان نبدأ بقى ايه، سجاجيد، كل حاجة. خلاص، استنوا بقى مني الروتين الجامد قوي 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 قوي، اللي هيبقى ايه، نار، دمار. بصوا هشغل كله معايا فيه. ماشي، يلا استنوني الروتين الجاي. يلا سلام، بحبكم في الله. ويلا نخش على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا هنعمل ايه. والله شفشق الخلاط ده انا غيرته كذا مره، بس برجع تاني للشفشق القديم بتاع الخلاط نفسه. دي عندي كوبايه لبن. اول حاجه بحطها السوائل، كوبايه اللبن. تاني حاجه بحط اللبن، السكر البودره، كوبايه سكر بودره. يبقى كوبايه لبن، كوبايه سكر بودره. خلاص كده، هدوبهم مع بعض وارجع ايه احط بقيه المقادير التانية مع بعض. هنا حطيت نص كوبايه كاكاو اسباني، ونص كوبايه لبن بودره، وكيسين الكابتشينو او النسكافيه بالبندق. خلاص، هنضرب بقى ده كلته مع بعض، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. بسم الله، ولا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الخليط بيبقى تقيل، فانا بشغل شويه وبقلب بالمعلقه واشغل تاني، اقلب شويه واقلب بالمعلقه واقلب تاني عشان ميبقاش تقيل على الخلاط. ماشي، بنزل بقى بكوبايه الزيت سرسوب او خيط رفيع جدا لحد ما القوام بتاعي يتماسك كله مع بعض. خلاص، برضو بساعد الخلاط في التقليب بالمعلقه عشان بيبقى تقيل على الخلاط. ماشي، هذا القوام بتاعها. بصوا، بصوا اللمعان والقوام بتاعها، بس انا حاسه ان هي تقيله وهي لسه هتتقل لما تتحط في التلاجة كمان. فانا هعمل ايه، هحط لها معلقتين 3 لبن. خلاص، معلقتين 3 لبن. دي ما بتقعدش كتير في التلاجة، دي كبيرها قوي 5 6 ايام، اسبوع بالكتير، ما تقعدش اكتر من كده عشان اللبن ما يقطعش ويبوظ فيها. خلاص كده، هرجع اضرب تين واضرب تين لحد ما احس انها ناعمه وسايله. طيب بصوا، انا عايزه ايه القوام ده كده. لسه برضو هضرب تاني. بصوا، حاسه برضو انها ايه، مش المطه بتاعتها مش جامده. هقلب برضو بالمعلقه وارجع احطها على الخلاط تاني. نفضل معاها كده بتاع 10 دقايق. نشغل ونفصل، نشغل ونفصل. بصوا، انا هحط اهوت معلقتين لبن او 3، مش كتير، بق لبن صغير عشان كمان ايه يسهل لي الحركه في الخلاط. نشغله بقى وايه، يضرب برضو معانا شويه وشويه شويه وشويه. شغلي وتفصلي.
بصوا اللبن لسه ما لفش مع الخليط، لان الخليط تحت تقيل وفوق خفيف، فانا هقلب كده عشان انزل الخفيف تحت ويمشي مع الخلاط. بس وصدقوني تعبها ده ما يجيش حاجة في سعرها. طبعا البرطمان الكبير ده بشيء وشويات، انا معرفش اخر مرة كنت جايباه بكام، تقريبا 120 او حاجة، بس دي صدقوني هتتكلف نص التمن. يلا قومي اعملي. وطبعا انا عارفه انا عاملاها ازاي بنظافه وحلوه واقتصاديه وهتوفر معانا كتير ايام المدارس. يلا نعمل سندوتش وندوبه هعمل سندوتش بقى كده ايه وادوق واقول لكم ايه رايي في اللي انا عملته ده. ماشي، روضه طبعا ورا الكاميرا عماله تقول لي سندوتش مو سندوتش مو، وانا مش هعبرها ولا اعمل لها حاجه عشان إيه. طبعا او لو دقتها هتخلص البرطمان النهارده، مش هيقعد اسبوع ولا حاجه يعني. بصوا تحفه، بصوا ملمسها وبصوا نعوميتها، تحفة 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 بجد يعني، ولا الشراء الغالي. طبعا روضة ورا الكاميرا عمالة تقول لي واحد سندوتش سندوتش يا ماما عشان خاطر، قلت لها لا بعينك. بصوا التحفة تحفة جميلة جدا جدا. يلا قومي اشتري حاجة لو ما عندكيشي واعمليها، والله هتوفر عليك كتير ساعة المدارس كل اسبوع. تحفه. هقول لكم انا حطيت ايه. طبعا هكتب لكم المقادير في الوصف. دي عباره عن ايه؟ كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، 3 دول مع بعض، لبن وزيت وسكر. خلاص. نص كاكاو اسبان، نص لبن بودره، كيسين كابتشينو بطعم البندق. عندك بندق خير وبركه، تحمصيه هتعمليه في الكبه يتفرم خالص لحد ما يبقى عجينه ونعمله، تبقى دي زبده البندق. خلاص كده. عندي مش هنعمل ايه؟ هنعمل كيسين كابتشينو بطعم البندق او نسكافيه بطعم البندق. خلاص كده. انا ما بحبهاش غامقه قوي، يعني ممكن تغمق عن كده. هتغمقيها ازاي؟ بصوا دي فاتحه، عايزه تغمقيها معلقه بن. بس طبعا انا مش عايزه اعودهم على البن في الحاجه، يعني انا بحب الحاجه الطبيعيه قوي، فالبن هيديها غمقان عن كده. هما مش بيحبوا الشوكولاته الغامقه اصلا، البني الغامق ما بيحبوهاش، بيحبوا البني الفاتح. ماشي كده. عايزه تقعديها فتره طويله، هتشيلي كوبايه اللبن وتحطي بدلها كوبايه ميه. عايزاها تقعد يا دوبك اسبوع المدرسه، يعني من يوم السبت ليوم الخميس، هتعمليها بكوبايه اللبن. طبعا احنا بنستحب اللبن عشان ايه؟ في اطفال ما بتشربش اللبن نهائي، فاحنا بنحاول نحطها لها في اي حاجه تتشرب او تتاكل. ماشي كده. يبقى سلام، بحبكم في الله.